قنبلة مدوية شهدها الوسط الرياضي السعودي ظهر يوم الخميس في صفقة انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين، وميسي البالغ من العمر 35 سنة يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 من يونيو 2023، وسط تضارب الأنباء بشأن التجديد من عدمه. ومع هذا التضارب الكبير، قدم نادي الهلال عرضا تاريخيا إلى ميسي لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم مقابل 300 مليون يورو 1.2 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد، مع دخول الاتحاد والأهلي في الصفقة. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الفهيد عن اقتراب ليونيل ميسي من الاتفاق مع نادي الهلال للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي القادم 2023 إلى 2024. وأعلن الفهيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر تواجد الفريق الخاص بالأسطورة الأرجنتينية من محاميين وإداريين في العاصمة السعودية الرياض حاليا. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن فريق ميسي يقوم بالاطلاع الآن على ما سيتم تقديمه للاعب من سكن وغيره عند الانتقال إلى السعودية. وشدد عبدالله الفهيد على أن هذه المعلومات مؤكدة 100% وبعيدة عن أي تمصدر، مؤكدا على أن تفاصيل صغيرة للغاية متبقية للإعلان عن انتقال ميسي إلى نادي الهلال في صفقة القرن الكبرى. ويلعب ميسي مع باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2021 عندما انضم إليه بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني. جدير بالذكر أن انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال سيعيد المنافسة التاريخية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الحالي يناير 2023 ولمدة موسمين ونصف. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.